سنة 2015 وفي أثناء الحرب العالمية الأولى في منطقة ما كده في قلعة كان فيها 900 عسكري روسي. القلعة دي يا باشا متحوطة بخنادق فيها كمان 7000 عسكري ألماني. بصرف النظر بقى عن الحرب اللي دايرة بينهم، بس القلعة دي تحديدا بالظبط زي منجم الذهب. وده ليه؟ لأن اللي بيميزها بقى إنها بيعدي من جنبها نهر، خد بالك، ومن الناحية التانية في خط سكة حديد لسه بخيره، ده كمان إلى جانب إن في طريق رئيسي بيعدي عليها. وده معناه إن لو الألمان استولوا على القلعة دي هيبقى سهل عليهم قوي إن هم يوصلوا الإمدادات للجيش الألماني بتاعهم بكل سهولة من هنا ورايح. الجيشين فيها كانوا كل واحد في مكانه ومحدش بيقرب للتاني، بس كانوا كل شوية يعملوا لبعض نكش كده وضرب من بعيد لبعيد. وعلى الوضع ده بقالهم 6 شهور، لا ده بيروح ولا ده بيستسلم، لدرجه ان العساكر الروس بقوا يخرجوا من الباب الوراني يصطادوا سمك عادي. وفي يوم من ايام ال6 شهور دول العسكري فلاديمير اللي عمره 21 سنه واللي هيكون بطل الحدوته بتاعت النهارده بص من شباك القلعه لقى العساكر الالمان عمالين يبصوا للسماء ويرفعوا ايديهم ويبصوا للارض. يبص للسماء يلاقيها زرقاء عادي والدنيا تمام. الناس دي اتهبلت ولا ايه يا جدعان؟ بروح اقول للقاده على الحركه دي ولا هيبتدوا يقولوا ان انا هيست ولا ايه بالظبط؟ بص انا اكبر دماغي، ما هم كده ولا كده بقالهم 6 شهور قاعدين، يعني هي جت على النهارده. المهم بعد 3 ايام الساعه 4 الفجر كده تقريبا بيبص العساكر الروس لقوا شبوره كده في السماء مليانه دخان. هي مش شبوره، هو دخان فعليا. الدخان ده كان لونه اخضر وجاي عليهم من بعيد ومحدش فاهم اي حاجه. وقفت العساكر تراقب الدخان في صمت ومحدش بيتحرك من مكانه. الدخان ده وهو جاي على الزرع كان بيموت الزرع ويخليه يحوله للون الاسود حرفيا. مش بس كده، ده يعدي على اي طير ينزل الطير من السماء ميت. نهار اسود، ايه اللي بيحصل؟ جرت العساكر بسرعه تبلغ السلطان. الحقيقه بقى اللي كان غافل عنها الروس ان العساكر لما كانت من 3 ايام فاتوا بالالمان وهم بيبصوا للسماء وعمالين بيحركوا ايديهم كده كانوا بيختبروا قوه الرياح اللي هيشوفوا بيها الدخان ده هيوصل للقلعه ازاي. بص يا سيدي، الغاز ده كان بيتكون من ماده الكلور والبرومين، ولو مش فاهم القصه ماشيه ازاي يكفيك بس تعرف ان اللي بيشمه بتبتدي معاه بالعطس، ده بسم الله الرحمن الرحيم كده، وبعدين احمرار في العين، وبعدين تبتدي الرئه من جوه تدوب، وبعدين الجمجمه تبتدي تتحفر من جوه لحد ما توصل للمنظر ده. سادي قوي هتلر ده يخرب بيته. الروس رغم تقدمهم ما كانوش يعرفوا حاجه عن الكلام ده، وبالتالي لا معاهم اقنعه يحتموا فيها ولا غيره. المهم ما يفوتش دقايق ويبتدوا يشموا فعلا ريحه الغاز، وابتدى النزيف من عينيهم وودانهم ومناخيرهم وحرفيا كل فتحه فيهم، وفيهم على طول ان هم بيتعرضوا لحاله تسمم. طب نعمل ايه؟ ابتدوا بقى يجيبوا قماش مبلول ويحطوه على عينيهم علشان يحاولوا يخفوا بس من اثر الصدمه دي. الحركه دي رغم ان هي ما كانتش في مصلحتهم الا انهم هتفيدهم بعدين. خلينا بس نرجع للعسكري فلاديمير. المعروف عنه في خلال ال6 شهور اللي فاتوا دول من زملاته انه ما بيخافش من الموت ابدا. في كل هجمه ضد الالمان كنت تلاقيه اول واحد في الصف، اصحابه يتضربوا بالرصاص تلاقيه طالع الجري يشيل على طول وفاهم ويجري بيهم على طول يخبيهم، حاجه كده زي المنسى عندنا. فلاديمير كان واقف فوق بيراقب بالظبط كل اللي بيحصل، ولمح العساكر الالماني هم جايين جري على القلعه. نزل بسرعه على ساحه القلعه ولم العساكر اللي ما كانتش قادره فعلا تقف من كتر النزيف وابتدى يخطف فيهم. احنا مش هنسكت، النهارده يوم الكرامه، النهارده يوم العزه، النهارده يوم السبت. اتحمست الجنود فعليا وما تفهمش سمعوا كلامه ليه، مش وقته بصراحه يعني اللي الجدع يجري اصلا. فعلا طلعت العساكر تجري ناحيه باب القلعه وفتحوا الباب وابتدوا يجروا ورا الالمان. منظر العساكر وهم خارجين ده بقى محور القصه كلها، لان الالمان فعلا لما شافوا العساكر وهم خارجين بقوا واقفين مذعورين وابتدوا يجروا، لان شافوا ان الروس اتحولوا لزومبي. لا ده مش افيه، هم فكروا كده بجد. مشيتهم والدم اللي خارج منهم ابتدوا يفكروا ان هم يعني لما ماتوا صحيوا تاني. نهار اسود، طب ايه الحل دلوقتي؟ اجري يا باشا. طبعا بقوا من كتر الخوف وهم بيجروا بقوا يوقعوا اسلحتهم ويخبطوا في السلوك الشيكه، يعني فاهم لما تحدف نفسك كده مره واحده على السلك الشيك من كتر الخوف. والروس طبعا وراهم بقياده فلاديمير بيضربوا من غير رحمه. كان نفسي اقول لك ان الروس كسبوا في الحرب دي، لكن ظهر عسكري الماني نتن بسكينه من حيث لا ندري وقام طاعن فلاديمير. صديق فلاديمير بيوصف صرخته انه جاب فيها كل اللي في بطنه على العسكري الالماني اللي طبعا طلع يجري من الخوف. وفضل فلاديمير يطلع في الروح مش عايز يموت، وفي اللحظه الاخيره امر العساكر بتوعه ان هم يروحوا يدمروا القلعه تماما من مبدا عليا وعلى اعدائي، طالما مش هنستفيد بيها يبقى الالمان ما ياخدوهاش. بعد الحرب دي تحول فلاديمير لبطل اسطوري روسيا كلها بتتكلم عنه. بعد ما حكى صديقه المقرب القصه بالتفصيل بقى كل اللي رايح واللي جاي يعمل لايك للفيديو ده ويعمل له شير ويعمل فولو كمان. وبالمناسبه في فيلم بيحكي القصه دي، لو حبيت تشوفه قول لي في الكومنتات وانا ابعت لك اسمه، بس عشان الناس اللي هي بتتهمنا بحرق الافلام. سلام.